السلام عليكم أصدقائي وصديقاتي، شنو أحوالكم؟ لاباس؟ الصحة بخير إن شاء الله، ربي يداوم علينا نعمة الصحة. حبيت نرجع معاكم اليوم في مقترح جديد ودبارة جديدة اللي هي كفتة البروكلي أو القرنبيط كما يسميوه بعض البلدان العربية الشقيقة بالعجين المخمر. طريقة مبتكرة، معناها من عندي أنا، طريقتي أنا الخاصة كيفاش نعمل الكفتة. نتمنى معناها تدخلوا الفيديو تكتشفوا الطريقة بإذن الله تنال رضاكم وإعجابكم. شوفوا البنات كيفاش منفجة كعبة الكفتة ومن داخل كيفاش فيها كثقب متاع الهواء، يعني خفيفة خفيفة خفيفة. من برا مقرمشة ومن داخل طرية هاكا متراو فيها. هيك حاجة تعمل 66 كيف. نتمنى على كل حال تعجبكم الطريقة، صدقوني من ابتكاري الشخصي، معناها حاجة بنينة برشا وحاجة مضمونة 1000% بإذن الله. جربوها بإذن الله ما تندموش. حبيت لهنا نزيدها رشة معدنوس، ولو إن هي فيها المعدنوس من داخل، وزينتها بوردة الطماطم هذه. تو إن شاء الله مرة نشارككم كيفاش نعملها الوردة ذيك سهلة مزيانة زادة طعم، معناها ديما الشكل يشهي على الماكلة. وتوا البنات على بركة الله باش نبداو في تحضير البروكلو. خذيت راس لهنا متوسط الحجم، بديت ننظف فيه باش نحي المشامم هذوكم ونحي العرق الخشين وننظفه بالطريقة هذيك مبسطة نعرفوها الناس الكل. توا باش نقسمه ما نخليش كبيرة كيكة باش كي نصمتو يتصمت فيه ساعة، ما ياخدش معناها مدة طويلة على النار. وكالعسلوجة ذاك زاد تخلص منه على خاطر ما عادش طريه هو توا البروكلو. ماذا بينا نحيو كالعرق اللوطاني هذاك بالكدا، خليو كان المشامم الفوقانيين. ولهنا البنات كما تراو خدينا طنجرة كبيرة شوية نصفناها بالماء وحطيت شوية لهنا توابل باش نفوح بهم البروكلو. التوابل البنات حطيت ملح حسب الذوق وشوية شو اسمه كركم باش يعطيك اللون المزيان، وزدتهم 3 وريقات رند كما تراو على خاطر البنات الرند معناه يخلصنا من الانتفاخ كي ناكلوا البروكلو، ما يخلينش الغازات في المعدة. ومعاه زادة الكمون، حطيت طرايف حكار نصف ملعقة قهوة كمون لنفس السبب باش نتخلصوا من الانتفاخ والغازات وقت اللي ناكلوا البروكلو. اللي ما يحبش مطعم الكمون ينجم يعوضه بالبسباس اللي هو النافع أو الشامر يسموه في بعض البلدان العربية، باهي برشا ويخلصنا من الانتفاخ ويعوض الكمون. وطول هنا باش نخليوه مدة من زمان البنات حتى كش يوصل درجة الغليان هاكا متراو. في المرحلة هذه باش نتفقدوا نشوفوا بدا يطيب ولا لا، وباش نزيدوا حكار 6 ولا 7 سنينات ثوم مقصوصين طرونشات باش ينكهوه ويعطيوه هاك النكهة ولا الريحة البنينة، ونعرفوا الناس كل منافع معناها متاع الثوم. توا سي طاب معناها البروكلو متاعنا تصمت بالكدا تسلق. أنا جربته بالفرشيطة لقيته طري. ولهنا البنات سقطرناه من الماء بالكدا بالكدا، وأضفت له الثوم متاعه بالطبيعة ما نتخلصوش منه الثوم، نتخلصوا كان من كعباتك الكمون باش ما تكونش المطعم متاعهم قوي وريحتهم قوية وكهو. والأوراق متاع الرند بطبيعة الحال زاد نتخلصوا منهم. وتوا كيما تراو هاني بديت بالفرشيطة نسحق فيه كيما هكاكا لين تحول العجين تقريبا. في المرحلة هذه باش نضيف له راس بصل كبير مقصوص جيد على الاخر معناه بالمبشرة مبشور، ونصف ربطة معدنوس زادة مقصوصة جيدة. ننصحكم لهنا باش معناها تقصوهم جويدين البصل والمعدنوس بالكدا بالكدا باش نحطوهم فك السخانة متاع البروكلو يذبلوا. طو باش نبداو في التفويح، حطيت شوية فلفل أسود وشوية ملح حسب الذوق وشوية تابل وكروية، كمية لاباس بها لما حالة تابل وكروية، وشوية فلفل مهروش زادة باش يعطي اللون ويعطي النكهة ويعطي البنة. وهذا يجبن تشكيلة متاع أجبان رابي مرحية اللي متوفر عندك في الدار، مش بشرطه نوع معين. ونزيدو كالعادة هو سخون تو يذوب فيه هكا التوابل وتذوب فيه الأجبان والبصل والمعدنوس كيما تراو ذبالو.
ما بقاوش معناها مفنشين هكايا على طبيعتهم. وفي المرحلة هذه نخليه جانبا ونتعداو باش نحضروا العجين اللي بالخميرة. خذيت تقريبا 200 غرام فرينة ومعاهم 100 غرام سميد أرطب، وفوحتهم بشوية ملح وشوية فلفل أسود. ولهنا باش نستعمل توا الخميرة متاع الخبز بطبيعة الحال اللي باش تعطينا كالخفة متاع كعبة الكفتة. ولهنا البنات خذيت الماء السخون اللي سقطرته من البروكلو اللي هو بيدو اللي صمت فيه البروكلو باش نخلط به العجين وهو دافي. كما تراو لهنا مش باش تعجن لا بيديك لا بالماكينة، دوبة بالفواء تصب الماء الدافي هذاك متاع البروكلو وتحرك بالفواء لين تتحصل على سائل خاثر شوية هاكم تراو فيه. باش نزيدو لهنا شوية آخر ماء، عينك ميزانك، المفيد توصل للقوام اللي باش تراه في النهاية. هو باش نوريهولك بالملعقة القوام، هاو له خاثر وله جاري برش متوسط، معناه السماكة متاعو متوسط. توا باش نغطيه ونخليه جانبا لين يخمر مدة 3-4 دقايق، ونرجع توا البنات بعد ما تخمر العجين متاعنا باش نضيفوه واحدة واحدة هاكم تراو فيه كيفاه الخميرة ذابت وعطاتك الريحة متاعها. ولهنا باش نضيفو آخر مكون اللي هو بيضتين بدرجة حرارة المطبخ باش يلعبوا دورة كالغراء اللي باش يلصق معناه مكونات الكفتة في بعضها. نركضوهم بالفوي بالكدا لهنا نتحققوا اللي برد العجين متاعنا، ما نجموش نحطوا فيه البيض وهو سخون خاطر البيض يتحول إلى سائل ماء. توا باش نضيفوا الخليط متاع العجين على الخليط متاع البروكلو تدريجيا واحدة واحدة، كل مرة نضيفوا شوية ونمزجوا ونخلطوا بالكدا لين تمتزج المكونات وتتداخل في بعضها. نصيحة لهنا ما نضيفوش العجين دفعة واحدة يتعبنا في التحريك وفي التخليط، ماذا بينا نضيفوها على دفعات كما ترى. وهذا هي الكمية المتبقية كملناها الكل. باش نعاودو نخلطو بالكدا لين تمتزج كما قلت، ونوريكم في المرحلة الأخيرة كيفاش القوام متاع المزيج متاعنا. كما تراو فيها هو لهنا القوام هذا هو تتحصل على خليط بالطريقة هذه، له جاري يعني مرخوف وله مكبوس. تو باش نبداو مرحلة القلي. خديت مقلة لهنا غرقة شوية نصفتها بالزيت خاطر يحب كمية زيت لاباس بها الكفتة باش تطيب على الوجهين بنفس اللون وبنفس الطريقة. بعد ما سخناه الزيت بالكدا خديت ملعقة كبيرة شوية باش نحكر بها حجم الكعبات متاع الكفتة باش تجي كلها فرد حجم، مش كعبة كبيرة وكعبة صغيرة. نكملوا بنفس الأسلوب البنات وديما نحاولوا نحركوها على الوجهين، مغمومة هي بالزيت كما قلت، نحاول نحركوها على الوجهين باش تطيب بنفس الأسلوب، معناها مش وجه يتحرق وجه يقعد ناي. والنار لهنا نخليها معناها بين المتوسطة وعالية شوي باش تطيب من داخل وتعملك القرمشة اللي من برا. راو كتوتي لها النار تشرب ياسر الزيت وتبقى طرية كعبة الكفتة، ما تعملش الوجه المقرمش، يعني تخليها بين البينين مش متوسطة، أعلى شوية من متوسطة النار هكاك تتحقق انها تطيب من داخل وتعمل الوجه المقرمش من برا وتبقى من داخل طري. حبيت نعمل زوم لهنا باش نوريكم عن قرب كعبات الكفتة ما شبهم، اللهم صل على النبي. بديت توا نقلب فيهم على الوجه الثاني باش يتحمر زادا هوا، وهذه كعيبة طابت معانا خنوريها لكم. شوفوا من داخل ما شبها وشوفوا الحس متاعها يعني مقرمشة، اللهم صل على النبي. هذو ما طابوا البنات الكعيبات الاولانيين، وباش نتعداو نكملوا نطيبوا باقي الكمية متاعنا بنفس الطريقة، من بعد نقدموها وصحة وبالشفاء. نتمنى تجربوا الكفتة على طريقتي بإذن الله تنال رضاكم وتنال إعجابكم، وصدقوني كان تجربوها مرة ما عادش تبطلوا بكل على الطريقة هذه.
وحتى كفتة البطاطا بنفس الأسلوب أنا نخدمها راه. هاكم تراو الكعبات ما شاء الله طيبين في حقهم ولونهم محلاه. ولهنا كما وريتها لكم في بداية الفيديو حاجة مزيانة وبنينة وطعم 66 كيف. بارك الله فيكم الناس كل على المتابعة، دمتم أوفياء، وإن شاء الله نتقابلوا في دبارة أخرى في فيديوهات جديدة. إلى اللقاء في أمان الله وبسلامة.